شاركنا اليوم عن منصة مسند للتحقق من الأخبار في هذه الدورة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذه الدورة التي تأتي تعزز الإعلاميين والصحفيين في التحقق من الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة في الوقت الراهن الذي تنتشر فيه الإشاعة بسرعة كبيرة وخاصة في اليمن. هل تحدثوا المنهجيات؟ نعم، في مثلا نحن في منصة مسند معنا أدوات مه. أدوات بالنسبة الذكاء الاصطناعي. معنا أدوات تحقق من أي فيديو أو صورة بالذكاء الاصطناعي. مه. بالنسبة لما ذكره الأستاذ نصر عن التحقيقات العميقة، يعني الآن تعتبر المنصة مسند الأولى في اليمن التي بدأت في هذا التحقيقات اللي اسمها تحقيقات مصادر التحقيقات المفتوحة، اللي هي تحليل الوسوم الحملات الإعلامية. اوكي. من ناحية القنوات، يعني ردينا على أكثر القنوات. اوكي. في تواصل بيننا نحن والجزيرة والعربية مع قنوات نعم. أخرى كبيرة. نعم. أي جهة إعلامية تريد مثلا إن احنا نكون مدققين عليها، ردينا مثلا حتى على قناة الجزيرة وعلى قناة العربية والحدث. في بعض الأحيان تم نشر شائعات، يعني تواصلوا مباشرة معهم؟ تواصلنا معهم شخصيا. استجابوا؟ مصدر أونلاين معنا اتفاقية معه مه. إن احنا ندقق المعلومات، يعني كمشرفين مه. على المصدر أونلاين رأسا. يعني أنتم ممكن الآن تتبعوا وتدققوا بمحتوى المصدر أونلاين بشكل يومي؟ وهو مفتوح طبعا، مفتوح. أي جهة إعلامية تريد مثلا نكون مدققين عليه، يعني جاهزين، بحيث إنه إحنا مثلا نعمل اتفاقية ويكون طيب يعني شبكة صحفيين مثلا متعاونين، ولا أنا صحفي ما عنديش الوقت إن أتحقق، هل ممكن أتواصل معكم؟ في معنا سياسي، راحتك. ديني، توعية، أخبار، تكنولوجيا، اللي هو المضلل. طبعا في معنا تحقيقين فقط لأنه ماشي لها انتشار. مرة نشروا مقطع في فيديو في صنعاء لمقرئ، ومرة نشروا مقطع في فلسطين، يعني هذا الجانب ديني فقط. أما يعني معنا أول مضلل حقيقي مفبرك، وتحقيقات مصادر المفتوحة. طبعا تحقيق المصادر المفتوحة تعتبر من التحقيقات المطولة، نشتغل عليها جميل. من أسبوع إلى أسبوعين إلى 3. جميل. طيب السؤال اللي نفسي توصل له بالأساس من الصحفيين، هل هنالك أثر ملموس لعمل منصة التحقق بالنسبة لكم كوسائل إعلام، بالنسبة لوسائل الإعلام والصحفيين؟ هل تشعروا بأنه بالفعل في أثر غيرت يعني المايك هل غيرت شيء؟ هل احدثت أثر؟ هل إلى أي مدى يعني ممكن نتكلم عن الأثر في هذا الاتجاه؟ تفضل. طبعا أبرد على الأخ. طبعا إحنا معانا فريق اسمه فريق السوشيال ميديا، أنا على رأس الفريق هذا. تخيل إن أنا في فيسبوك رديت على 83 منشور، وفي إكس رديت على حوالي 40 منشور في تحقيق معين كان منشور، يعني انتشر انتشار كبير جدا. يعني مثلا في إكس لما تحط الرابط على طول مثلا يطلع المنشور بكله، لكن في الفيسبوك احط النص واعمل والصوره واعمل اشاره للمنصه اللي تحققت. احيانا انا متفاعل مع جميع المنصات، مش ان انا محسوب على مسند، انا متفاعل مع جميع المنصات. شوف، هذه الطريقه الثانيه نشر الرابط في مجموعات اخباريه سواء على واتساب او تليجرام. هذا يسهم بشكل كبير بإيصال المعلومة إلى المعنيين. الإشاعة ما انتشرت، يعني نشروها 4 5 وحساباتهم ضعيفة، فلما ننشرها نساهم في نشر الإشاعة. يعني معنا قواعد محددة، إذا تم نشرها أكثر من 7 وهذه الحسابات تكون يعني مشهورة، بحيث إن احنا نرد عليه. أما إذا كانت لا زالت في البداية وماشي لها انتشار واسع، نديها اوكي، شكرا جزيلا. هذه الفكره كانت هي
توظيف ظاهرة ومدى الإمكانيات والمعالجات المتاحة. تفضل. شكرا جزيلا. تفضل. تفضل. طبعا هذه منصة مسند لتحقق الأخبار، نتاج دورة معهد الجزيرة في محافظة المهرة. أولا نحن عندنا فريق مكتمل. الفريق هو معنا فريق رصد. فريق الرصد كيف نجمعهم؟ نعقد دورات مثلا في المهرة عقدنا دورة وفي مارب دورة. من خلال الدورات هذه لأنه عملنا تطوعي وماشي أي مقابل. فالفريق هذا معنا مثلا عدة قروبات، كل واحد له يعني وقت معين للرصد، يعني حسب المجال المفتوح إليه. الفريق الثاني هو التحقق وفريق التحرير. الفريق الثالث التصميم والإنتاج. والفريق الرابع التطوير التقني. طبعا هذا التطوير التقني فريق برمجي سأتحدث عنه بعد شوية. التدريب والتوعية وقسم السوشيال ميديا. طبعا معنا احنا مثلا أي جهة إعلامية نريد مثلا إن احنا نكون مدققين عليها، ردينا مثلا حتى على قناة الجزيرة وعلى قناة العربية والحدث. في بعض الأحيان تم نشر شائعات، يعني تواصلوا مباشرة معهم؟ تواصلنا معهم شخصيا. استجابوا؟ مصدر أونلاين معنا اتفاقية معه إن احنا ندقق المعلومات، يعني كمشرفين على المصدر أونلاين رأسا. يعني أنتم ممكن الآن تتبعوا وتدققوا بمحتوى المصدر أونلاين بشكل يومي؟ وهو مفتوح طبعا، مفتوح. أي جهة إعلامية تريد مثلا نكون مدققين عليه يعني جاهزين، بحيث إنه إحنا مثلا نعمل اتفاقية ويكون طيب يعني شبكة صحفيين مثلا متعاونين، ولا أنا صحفي ما عنديش الوقت إن أتحقق، هل ممكن أتواصل معكم؟ في لما تدخل الموقع في مكان، طبعا إحنا نزلنا مرة رقم ورجعنا اعتمدنا هذا حق الموقع. يتم التواصل معنا في حال مثلا أي شخص يشوف إشاعة يتواصل معنا رأسا وإحنا ندقق فيها. هذا يعتبر وصلنا بينهم. المهام الخاصة: تفنيد الأخبار الزائفة والمضللة، كشف الحملات الرقمية والمنسقة، تدقيق تصريحات الشخصيات العامة، رصد المحتوى المحرض وخطاب الكراهية، نشر الوعي المعلوماتي. طرق البحث: معنا البحث العكسي، التحقق من المصادر الأصلية، تحليل الوثائق والبيانات، مراجعة تاريخ النشر، والتزام بمنهجية الصحفية الدولية. اوكي، شكرا يا في نور الدين. موضوع مهم جدا اللي هو طبعا تحقيقات المصادر المفتوحة هذه. طبعا مع أدوات تم إعطائنا بامتيازات من مجتمع التحقق العربي ومن معهد الجزيرة. هذه الأدوات تكشف الوسوم. الأمر الثاني، الآن لدينا تطبيق معنا الفريق البرمجي بينتج تطبيق. التطبيق هذا قيد الإنشاء. طبعا اسمه هذا هو التطبيق. تحقق من مصدر الخبر. طبعا في فراغ خانة تنسخ الخبر من فيسبوك، من يوتيوب، يعني من إكس، وتنسخ الخبر نفسه طبعا هذا مرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي. معك هنا التحقق من الادعاء، هل هو صحيح، يطلع لك صحيح أو خطأ. هل الآن متاح لو شاركته للكل؟ لا، عادوا قيد الإنشاء. تفاصيل التحقيق، مصادر المعلومات الإضافية، التحليل في السياق. هنا معك مخلص النقاط الرئيسية، الآراء والمواقف، السياق المرتبط. طبعا هذه كلها تحليل اللغة والمحتوى. اوكي، والنص الأصلي. طيب شكرا يا نور. شكرا جزيلا. نور الدين هو من منصة مسند. طيب حقيقة